السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لاعبي الزمالك لسه بيواصلوا إهانة نادي الزمالك بكل أنواع الطرق. المصري النهارده يهين نادي الزمالك بثلاثية موجعة ومؤلمة وريمونتادا عالمية على نادي الزمالك، على الرغم من تقدم نادي الزمالك ب 2-0 في الأول، برغم إن التحكيم النهارده أونطة في أونطة ومفيش فار، وكان في طرد للونش رسمي ونظمي أي حد يقدر يقول لك عليه طرد، ولكن برضه مفيش دم ولا في رجولة ولا في نخوة عند لاعبي نادي الزمالك. قرارات نارية طلعت من إدارة نادي الزمالك كانت متجهزة ومتعانة في الدرج بعد الماتش على طول. بس ده امر طبيعي جدا ولازم يحصل في نادي الزمالك، فانت كمشجع زملكاوي ما تستغربش، لان رئيس نادي الزمالك سياده الموسيقار العالمي، اولا الراجل ده مش فاضي للزمالك، الراجل ده فاضي لكيد النساء بس. كيد النساء بالنسبه للاهلي، اي حد الاهلي هيطلع يقول عليه مش عاجبني هو هيعجبه وهيستضيفه. اي حد الاهلي هيقول عليه وحش، لا هو يجيبه ويبقى يقول عليه حلو. اي حد الاهلي هيدينه باي حاجه، لا هو هيستضيفه وهيبقى ده انضف راجل في البلد. يعني على سبيل المثال الراجل ده امبارح استضاف رئيس نادي الهلال السوداني، اللي طبعا اللي هو الهوجه والجمهور شتمنا وقال علينا عبيد واحنا هنلجا للفيفا وهنلجا للكاف. انت بتعمل ايه وهنعمل شراكه بين الهلال السوداني وبين الزمالك؟ يا عم انت بتعمل ايه؟ ما تركز في ناديك، ما تخليك بس في الحاجه اللي تفيد ناديك انت. لكن انت علشان تكيد الاهلي، وقبلها طبعا امح الحوار اللي حصل، وقبلها مؤمن زكريا، ونادي الزمالك هيتكفل بالعلاج بتاع. المهم ايه اللقطه فين ونجري وراها؟ الراجل ده عايز ياخد الدرع الذهبي على اليوتيوب باي شكل، والقناه الجديده والمشتركين ومش عارف وايه. فالراجل ده كده كده مش فاضل نادي الزمالك. واحد اول كلمه قالها لما خرج من السجن ومسك الحديده وهو رايح نادي الزمالك، قال لهم هو الاهلي خد بطوله؟ هو الاهلي خد بطوله افريقيا؟ هو الاهلي خد بطوله الدوري؟ قالوا له لا. قال لهم يعني حصل حاجه من الحاجات دي وانا جوه؟ قال لهم لا. قال لهم طب خلاص ولا كأن في اي حاجه. نفهم من هنا ان الهدف الرئيسي عند المستشار او سياده الموسيقار اللي شغال عليه اليومين دول او الفتره اللي فاتت دي، بغض النظر عن ان نادي الزمالك بيتخبط وبيتغلب وبيتداس عليه من طوب الارض ومتداس على وشه من اي حد، الاهم حاجه عنده هي مكايده النادي الاهلي، مكايده النادي الاهلي، وسايب الفريق يضرب يقلب وشايل قبح من اي فريق. اي فريق معدي عايز ياخد 3 بونت اديله 3 بونت، وشايله 3-0. اي حاجه بالصلاه على النبي كده. التلاتات كترت اول الموسم ده يا سياده الموسيقار. وطبعا اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمه اهل البيت الرقص. وبناء عليه ان قناه نادي الزمالك والاستاف او الكرو اللي بيجي على قناه نادي الزمالك، اللي هو لو ما قالش اللي المستشار عايزه الناس دي هتمشي حرفيا، زي بالظبط ما حوار احمد الاحمر فقفل البرنامج بتاع نيره الاحمر. الموضوع يا جماعه شخصي مش اكتر من كده، مفيش فيه هدف لخدمه مصلحه نادي الزمالك باي حاجه. يعني بناء عليه ان قناه نادي الزمالك بعد ماتش المريخ لما الزمالك كسب ماتش المريخ اللي فات، اللي هو كان اخر ماتش في بطوله افريقيا بالنسبه لدوري ابطال افريقيا بالنسبه للزمالك، الماتش اللي كان تحصيل حاصل والزمالك كسب فيه 4-3 بشق الانفس. بعدها طلعوا على قناه نادي الزمالك المطبلاتيه الاستاف اللي بيجي ساعتين تمجيد وافشخه في ناصر منسي، وانه ازاي جاب الهاتريك التاريخي ده، هاتريك عالمي وقدر يخش بيه التاريخ، وقد ايه الصفقات الجديده قدرت فرقت مع نادي الزمالك وقدرت تقف جنب نادي الزمالك، على الرغم ان الماتش اصلا يعتبر منافسه على الهروب من مركز الحصاله، وملوش اي 30 لازمه اصلا بالنسبه لا للزمالك ولا بالنسبه للمريخ. بس هي دي العقليه الموجوده على القناه اللي تعجب مستشار مرتضى منصور. بس مش فارقه ان هي تعجب لعيبه نادي الزمالك، مش فارقه ان هي تعجب الجمهور، مش فارقه ان هي تطلع تقوم، مش في اي مشاكل من الكلام ده. اهم حاجه نطلع نقول اللي سياده الموسيقار عايزنا نقوله. ورئيس نادي في المؤتمر طالع جايب عقد لعيبه بينتقد ان ازاي عقود اللعيبه دي بتتسرب وبتطلع على السوشيال ميديا كده، وجاب بقى عقد حقيقي وبيقول ادي عندنا لعيبه بياخدوا بال6 مليون جنيه في كره اليد وفي العاب الصالات. طبعا هو كان بيوجه الكلام ده بالنسبه لاحمد الاحمر، طلع احمد الاحمر بتويته قال له بالتويته كده كفايه كذب بقى احنا زهقنا منك. وبعدها طبعا شيكابالا لما لقى الاضواء متسلطه ناحيه احمد الاحمر والحوار اللي داير بينه وبين مرتضى منصور، راح منزل صوره ليه هو واحمد الاحمر علشان يدعمه، علشان كل النادي مبني على مبدا مين ياخد اللقطه من التاني. ولك الله يا جمهور الزمالك اللي محدش حاسس بيك. وبعد الماتش ب3 دقايق خد بقى الحته العالميه اللي محدش فاهمها، قرر مجلس اداره نادي الزمالك بتجميد 4 لاعبين، ده الكلام ده بعد الماتش ب3 دقايق بالظبط، وكأن القرار ده كان جاهز في الدرج وهو مستني بس السيناريو هيخلص بايه، يعني هنتهان ولا هينتهي تعادل ولا هينتهي مثلا فرق جون ولا الدنيا هتمشي ازاي ولا الموضوع هيبقى فيه تنافس ولا لا. وخصم 25% من عقدهم السنه دي، جميل، وخصم 30% على ال4 لعيبه دول من عقودهم السنه الجايه او الموسم اللي جاي.
طب هو هنا السؤال اللي محدش فاهمه، انت هتخصم 25% على الاربع لعيبه دول من عقدهم السنه دي ليه؟ هل هم عشان هم مش قد المستوى؟ عشان هم مش قد المستوى، ما بيلعبوش كويس وي. طب انت ليه هتقعدهم السنه الجايه اصلا وتخصم منهم 30؟ هو انت مش ناوي تمشيهم اخر السنه؟ ولا انت الموضوع هيمشي ازاي؟ يعني انا النهارده بخصم منك لانك انت اصلا مش عارف تأدي. طب انا هسيبك ليه السنه الجايه؟ طب ما انا مشيك اخر الموسم، ادور لك على اي خرانه تروح فيها ولا اي بيعه تبيعها باي حاجه، ما هو كده كده ملوش لازمه. انا اقعده ليه واخد مكان اكيد من دول نضاي وسامسون والزناري ودونجا ومش عارف ومين؟ انت مش عندك اربعه بس، هو ما ذكرش الاربعه، انت عندك اكتر من 12 او 10 لعيبه المفروض يتفوروا او الفريق كله يتفور، وما تقعدش اكتر من 3 4. انت نادي الزمالك كله ما يبقاش فيه اكتر من 4 او 5 لعيبه بس، بما فيهم بعدهم الشباب اللي هو يوسف اسامه نبيه وابن فاروق جعفر والناس دي. انت بقى ناوي تقعد الصفقات اللي انت ناوي تعاقبها السنه الجايه وهتخصم من عقدهم السنه الجايه؟ انتوا بتهببوا ايه بالظبط؟ خد بقى الجديده، كما قرر رئيس نادي الزمالك الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني الحالي لكره القدم بالكامل. طب ما ده طبيعي، طب ما الجهاز ذات نفسه هو داخل الماتش هو عارف ان ده اخر ماتش ليه احمد عبد المقصود، واحمد عبد المقصود تاريخه ايه في كره القدم غير ان هو قعد شرب من فيريرا؟ مستني منه ايه؟ فيريرا خرب الدنيا، بغض النظر عن الخراب اللي عمله فيريرا، لان هي دي القماشه اللي حضرتك موفرها له يشتغل بيها. انت خارب الدنيا انت وابنك، الموضوع ما فيهوش هزار. بعد القرارات دي نفتح بقى الباب بتاع كل سنة وشوف يا مؤمن لما تكون بتدور على أسباب الفشل وأنا وأنت وكل مشجع زملكاوي وأي مشجع بيفهم في الكورة وكل رموز نادي الزمالك قالوا وعارفين إن العيب فيك أنت وفي ابنك شخصيا، بس أنت ما تقدرش تقول كده لأنك أنت بتكابر. هو مين اللي جاب الصفقات البلع أو الصفقات الكسر أو الصفقات النص كم دي كلها؟ مش أنت وابنك؟ أمير تقدر توقع عليه أي عقوبة؟ لا ما تقدرش. الكارثه بقى ان مين اللي هيدور على الصفقات اللي محتاجها النادي عشان يقوم ويقف على رجله الموسم اللي جاي؟ مين؟ نفس الشخص اللي كان جايب الصفقات الكسر دي اللي هو امير مرتضى منصور، هو نفس الشخص اللي هيدور على الصفقات بتاعه الموسم اللي جاي، هو نفس الشخص اللي جاب الصفقات الكسر بتاعه الموسم اللي فات. خدت مصطفى شلبي علشان تقول انا عملت مش علمت على الخطيب، وخدت مصطفى شلبي اللي الاهلي كان بيجري وراه ومش عارف وعملت ايه، وخدوا مروان عطيه وقلت ان الخطيب لبس مروان عطيه. طب لو بالله عليك يا سياده الموسيقار لو في 2 زي مروان عطيه ابعتهم لنا، احنا بنحب نلبس النوع ده من اللعيبه. وخلي عندك انت بقى الاستاذ ابراهيم نضاي اللي تقريبا جاي يقضي حياته في المستشفى وجاي ياخد بس بالمليون وكسر، وخلي عندك سامسونج اللي انت جايبه ياخد بالمليون وكسر. سامسونج بتاعكو ده اللي هو في خده تقريبا كبرت من قله اللعب، الراجل ما بيلعبش قاعد بره على الدكه ما حدش بينزله، لا مدير فني قديم ولا مدير فني جديد ولا الراجل الجديد اللي هيجي بعد احمد عبد المقصود هيلاعبه. وخلي عندك السيسي وخلي عندك شلبي وخلي عندك الزناري وخلي عندك دونجا اللي قد طارق حامد 500 مره. دي الهزيمه السادسه للزمالك في الدوري السنه دي، وفي هزيمه قبل كده كانت في الكاس على ايد بيراميدز، و3 هزايم في دوري ابطال افريقيا، 2 على ايد الترجي، 1 على ايد الترجي و2 على ايد شباب بلوزداد الجزائري، وفي هزيمه في كاس الرابطه على ايد البنك الاهلي. يعني بالصلاه على النبي الموسم ده بالنسبه للزمالك موسم للنسيان وموسم تاريخي بس تحت الصفر. الزمالك السنه دي بجد بيقدم عظمه في الفشل، منظومه فشل كامله متكامله، ما تقدرش تطلع منها واحد وتقول ده نبني عليه وده ما نبنيش عليه، لا انت عايز تطار الكل كده بما فيهم مجلس الاداره. اهم حاجه في الليله دي كلها مجلس الاداره اللي فوق اللي شايف ان كل اللي تحتيه غلط، على الرغم من انه اتغير مرتين و3، لكن مجلس الاداره مش قادر يكابر او بيكابر ومش قادر يقول ان الغلط فيه. كل الغلط في مجلس الإدارة يتمثل في مرتضى منصور وأحمد ابنه اللي خرب كرة الصالات وأمير مرتضى اللي خرب نادي الزمالك لكرة القدم. بس بقول لك ايه، طالما الاهلي ما خدش بطولة يبقى تمام والدنيا جميلة. نادي الزمالك هيستقبل مديره الفني الجديد بعد إقالة الجهاز الفني بالكامل، هيستقبل المدير الفني الجديد المدرب الألماني هايكو هيرليتش، وشايفين ان ده مجلس الإدارة شايف ان هو ده المدرب المناسب لنادي الزمالك في الفترة الجاية، واللي شايف كده هو أمير مرتضى منصور لأن هو اللي تعاقد معاه وأبوه كان لسه في السجن ما كانش لسه طلع، وهو ده اللي أصر ان احنا مش هنجيب مدرب مصري وهنشتغل على الراجل ده السي في بتاعه كويس لكن ما خدش بطولات، هنشوف بعد التعاقد نقدر نتكلم عن الراجل ده بشكل رسمي ولا لا. بس كده يا صديقي العزيز، لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه واعمل لايك وشير الفيديو في كل مكان، وزي ما بتعمل للمستشار كده في القناه الجديده بتاعته، وخلي الكوره ليك. سلام.